السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر بتنضف، البلد بتنضف. انا صراحة ما استحملتش اللي انا يعني ما اتكلمش، وعايز اطلع اللي جوايا. ان يعني احنا خدنا امل النهارده ان في امل في البلد دي. المتحدة تطرد احمد شوبير بره العمل الاعلامي في مصر. المتحدة عملت حاجة صح. المتحدة النهاردة قالت كفاية شوبير، كفاية واحد أفسد الحياة الرياضية في مصر. القرار ده اتأخر سنين كتير أوي، اتأخر كتير أوي. إن احنا عملنا في البلد دي ثورة واتنين، وفي الآخر شوبير كان مازال قاعد مكانه ويتصدر الإعلام المصري. لكن النهاردة المتحدة أعلنت في بيان رسمي طرد، على فكرة اسمها طرد. حد بقى يقول لي إقالة ومش عارف إنهاء التعاقد، لا لا لا، ما تزوقوش الكلام. كل الناس اللي هم يعني خاصين، أو كل الناس اللي حابين البلد دي، أو كل الناس اللي شايفين إن البلد دي لسه فيها امل، يكتبوا كده بالظبط: طرد احمد شوبير من المتحده، طرد احمد شوبير من المتحده، طرد احمد شوبير من الاعلام المصري. احمد شوبير اكتر بني ادم افسد الحياه الرياضيه في مصر، تم طرده رسميا من المتحده. احمد شوبير بره الرياضه المصريه. المتحدث الرسمي الحقيقي للنادي الاهلي النهارده بره الرياضه المصريه. اكتر واحد افسد الحياه في مصر الرياضيه والاخلاقيه بالتسريبات اللي كانت موجوده وبالاعترافات، وهو شخصيا ان هو مزور. قال لك انا مزور، انا زورت بايدي انتخابات. كان بيعمل ايه الوقت ده كله؟ يتصدر المتحده اللي هي مسؤوله عن الرياضه في مصر. النهارده القرار ده كان من الحاجات اللي ادت للناس. انا خدت نفس اخيرا. انا يعني كان طالع محمود سعد قال فيديو اول امبارح، قال لك ادوا الناس امل، شمموا الناس امل ان في امل في البلد دي. القرار ده قال لك ان في امل في البلد دي. قرار طرد شوبير في امل في البلد دي. قرار محاكمه دياب ده في امل في البلد دي. في امل، لسه في امل، لسه في امل. النهارده القرار ده لسه في امل. طلعت هنا على نفس الشاشه دي وقلت 7000 مره: خلي بالكم يا جدعان، شوبير ده عدو للزمالك، ومش الزمالك بس، عدو للرياضه المصريه. انا كشاب او اي حد كشاب او شباب البلد دي لما يشوفوا شوبير قاعد القعده دي، استحاله هيبقى عندهم امل، استحاله هيكون عندهم امل في البلد دي. لكن النهارده في امل في البلد دي، في امل في البلد دي فعلا. القرار اللي اتخذ النهارده في امل في البلد دي. شوبير بره المشهد الرياضي ده لازم يتاخد. يعني انا لما يروح قناه تانية، لا احنا لازم نخلص من الحكايه دي. المتحده النهارده تقرر ان هي تطرد احمد شوبير اللي كان بيقول لك انا سلطان زماني، انا سلطان زماني في اون تايم سبورت. ماشي، انا سلطان زماني، انت مش سلطان زمانك. مفيش حد اكبر من البلد دي. ودم احمد رفعت في رقبه الكل، دم احمد رفعت في رقبه الكل. والنهارده المتحده عمرها ما هتاخد قرار زي ده غير لما يكون في الكواليس كلام كتير قوي، وفي حقائق كتير قوي. والايام اللي جايه اتمنى من رئيس الجمهوريه الشخصيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل في الموضوع ده ويفتحوا تحقيق. والتحقيق هيجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه، وهيعترفوا على بعض. يا جماعه لو سمحتوا احنا محتاجين، ثواني حاضر، احنا محتاجين ان احنا نخلص من شوبير واللي زي شوبير. شوبير ما كانش ينفع يقعد في المكان ده. واحد طلع على التلفزيون وقال لك انا زورت بايدي. ازاي؟ ازاي؟ ثانيه بس، حد يقول لي هشير حاضر. ماشي، ازاي انت هتخلي واحد زي شوبير ده، هتخلي واحد زي شوبير ده قاعد؟ انت بتدي للشباب اي رساله؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده، وطلعت وقلت في لايفات كتيره قبل كده: يا جماعه انتوا كده بتدوا للشباب اي رساله؟ اي رساله بتديها للشباب وشوبير موجود؟ واحد طلع اعترف ان هو مزور، اعترف ان هو مزور، وطالع امبارح يلقح على ابراهيم فايق والشهد والدموع والناس بتوع الدموع ومش وهتتكشفوا قريب واخذ الحق صنع، ويعمل كده على راسه. باي باي شوبير، باي باي شوبير، باي باي حبيبي، باي باي. المتحدث الرسمي للنادي الاهلي تم طرده من المتحده. لازم ده يبقى العنوان بتاع الناس بتاع السوشيال ميديا بتاع الزمالك. المتحدث الرسمي الحقيقي للنادي الاهلي تم طرده. صاحب الكباري، صاحب الكوبري كهرباء، صاحب كوبري امام عاشور، صاحب الكباري دي كلها عدو الزمالك الاول بره المتحده. عارف ليه؟ لا، عشان انت سلوكك مشين. النهارده في بيان رسمي شركه المتحده قالت لمصر كلها ان سلوك شوبير المشين. عشان كده احنا مشينا شوبير ومشينا الناس المتورطين. المتورطين، الكلام ده ما بين السطور بقى. ايوه متورط، انت متورط في اللي حصل، انت متورط في اللي حصل، ومصر كلها عارفه ان انت متورط في اللي حصل. والرجل التاني مش بعيد عن المحاسبه، وجاي ودم الولد دوت والقهر اللي انت قهرته للولد لغايه لما مات هتتحاسبوا عليه.
هتتحاسبوا على كل من له ايد في موت احمد رفعت وقهر الولد ده وقهر شباب البلد دي، هيتحاسب. البلد دي مش تبع حد، وانتوا كنتوا انت ولجانك بقى من تحت عايزين تلبسوها لمؤسسات البلد، عايزين تلبسوها للجيش، عايزين تلبسوها للناس دي. لا يا شوبير، لا يا شوبير، انت طلعت على الهوا وقلت انا مزور، عايز تحبس الناس وبتهدد الناس وانا هحبسكم وانا رحت العباسيه. ربك كبير، ربك كبير وخد حق الناس. دي اول خطوه، دي اول خطوه، دي مش الخطوه الاخيره، اول خطوه. احنا عايزين محاكمه الناس دي يا ريس، احنا عايزين محاكمه الناس دي. الناس دي لازم تتحاسب، الناس دي لازم تتحاسب، الناس دي لازم يكون في وقفه للناس دي، لازم يكون في وقفه للناس دي. شوبير بره يعني ما تتصوروش فرحتي، ما تتصوروش فرحه الناس اللي بيسمعني على طول. انا عارف ان هو ده هو سرطان الرياضه في مصر من وجهه نظري، لان ما ينفعش واحد يطلع على التلفزيون ويعمل تصريح انه زور وانه افسد الحياه السياسيه في مصر، وانا كنت رايح اخد الختم الحزب الوطني بس، وبعد كده يقعد. باي باي شوبير. ودي الخطوه الاولى، انا ما بقولش ان ده الخطوه الاخيره. لازم محاكمه كل من تسبب في وفاه احمد رفعت. هيكون موت احمد رفعت باذن الله، باذن الله هو اللي هيقش كل الفسد دول، هو اللي هيقش كل الفسد دول باذن الله. رحيل احمد رفعت واللي زي احمد رفعت، ومش احمد رفعت بس اللي مات، في جمهور تاني مات وهو مقهور، في جمهور تاني مات بسبب الفساد. انا طلعت وقلت الكلام ده وهفضل اطلع اقول الكلام ده. سرطان الرياضه المصريه النهارده طلع بره الحياه الرياضيه المصريه من خلال شركه المتحده. هل بقى هنسمع ان تركي الشيخ احتضن شوبير وخد شوبير تاني لام بي سي مصر؟ محدش من الشعب المصري متقبل شوبير، سواء اهلاوي محايد او اهلاوي عنده ضمير. مهمه جدا، لان جمهور الاهلي عنده ان الاهلي يفوز وممكن يغمض عينيه عن اي مصايب ممكن تحصل. الاهلاوي اللي عنده ضمير عارف ان شوبير افسد الحياه الرياضيه في مصر، الاهلاوي اللي عنده ضمير عارف ان دي شله فساد، الاهلاوي اللي عنده ضمير عارف ان احمد رفعت مات مقهور ومظلوم. وكتير على فكره معظم جمهور الاهلي بقى في الحته دي عارفين ان الولد مات مقهور ومظلوم، بس انتوا عندكم عيب يا جماعه ان انتوا ساعه مصلحه الاهلي والجول والتلاته بونت والكلام ده كله بتغمض عينيك. خلوها تنضف، خلوا الشباب تاخد امل في البلد دي، خلي الشباب يشم نفسه ويشم ان في امل للناس، يشم ان في امل الناس دي تعيش نظيفه. شوبير النهارده يا جماعه، انا بقول على موضوع شوبير ده بقى لي بصوا، انا يعني ما تصورش ان هو هينطرد الطرده دي، لكن فعلا انطرد الطرده دي وطلع بره الحياه الرياضيه رسميا. هل تركي الشيخ وهل الناس في المملكه العربيه السعوديه هيقبلوا ان واحد زي ده يشتغل في قناه ام بي سي؟ ده برضو انتوا لازم تضغطوا، ولازم السوشيال ميديا الزملكاويه تضغط في الحته دي. هل ام بي سي هتشترك في ان شوبير يرجع تاني للاعلام عن طريق ام بي سي؟ كان طلع الاسبوع اللي فات وقال لك انا سلطان زماني في ام بي سي في المتحده، انا سلطان زماني في اون تايم سبورت. مساء الخير يا شوشو، انت انطردت يا حبيبي، انت انطردت. انت اللي كنت بتحارب الزمالك خلال السنين اللي فاتت دي كلها بعلاقاتك، وراجل متسلط، مجلس شعب، حزب وطني، رياضه، اتحاد كوره، اعلام، الصبح راديو، الصبح. باي 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 باي. احنا لازم نشتغل يا جماعه على فكره اننا لازم ننظف الرياضه المصريه من الناس دي، من العصابه اللي ماسكه الرياضه المصريه، عشان يبقى في زمالك ويبقى في اهلي ويبقى في منافسه. احنا بعدنا كتير قوي، واتاخد حقوق النادي بتاعنا الزمالك اللي انا بتكلم عليه في الاكونت ده، اتاخد حقوقنا كتير قوي بسبب الناس اللي فسد دول. اتحاد كوره بيجامل وراه شوبير، حكام وراهم شوبير، اعلام وراهم شوبير، مذيع بيحابي النادي الاهلي وضد الفرق كلها، بتحس ان الاهلي منتخب مصر بيلعب فرق في الدوري، ده كله وراه شوبير. وشوبير اللي قعد احمد المرغني بيبطلوا كوره النهارده، ربك بيدي رساله. اتمنى ان احمد شوبير ما نشوفوش تاني في الحياه الاعلاميه في مصر او في الحياه الرياضيه في مصر، لانه افسد الرياضه في مصر. انا ما تتصوروش يعني فرحتي تاني، انا مش هقدر اخبي فرحتي النهارده ان شوبير خلاص، شوبير بره، شوبير بره. مش شوبير بس، شوبير سيتم محاسبته على اللي قاله، احمد دياب سيتم محاسبته على اللي قاله، والناس كلها هيتم محاسبتها. دم احمد رفعت في رقبه الناس، والبلد قالت كلمتها النهارده من خلال طرد شوبير. الناس كانت بتقول لك فين البلد ومش عارف ايه، وشويه الناس السياسه بتوع الاخوان دخلوا لك الموضوع، قال لك الجيش بره الموضوع، الجيش بينفذ قانون، في قانون اسمه القانون الخدمه العسكريه، الناس بينفذوه ماشي. الاجراءات اللي اتخذت هي اللي هي تحايلت على القانون. مين وراها شوبير ووراها احمد دياب ووراها دعبس. القانون هيقول لنا والمحكمه هتقول لنا مين اللي ورا الموضوع ده. النهارده المتحده اللي بين السطور في اقاله شوبير اكيد عندهم من الاثباتات والادله ان هو متورط في حاجه، اكيد عندهم من الاثباتات والادله ان هو متورط في حاجه.
الحمد لله ان احنا خلصنا من الراجل ده، والحمد لله ان احنا خلصنا من جبروت الراجل ده. وكان بيقول لك انا سلطان زماني. مفيش حاجه اسمها سلطان زماني يا شوبير، انت انتهيت، انت انتهيت. وناس يقول لك اصل مصطفى مالوش دعوه بابوه، لا هو مصطفى تعاطف مع ابوه، مصطفى تعاطف مع ابوه. شوبير مش هيربي ملاك يعني، واخدين بالكم؟ فاتمنى الفتره اللي جايه دي ان احنا كزملكاويه على الاقل، كزملكاويه ما تخافش من حد، وقول لي لعور انت لعور في عينه، ولا اللي جن في عيتك يا شوبير، ولا الاعلام، ولا الاعلاميين، ولا المواقع اللي انت مجندها. دم احمد رفعت هيرجع، دم احمد رفعت هيرجع، سواء منك لو انت المتسبب، سواء من دياب، سواء من دم الولد هيرجع تاني. مبروك لكل واحد بيحب البلد دي، مبروك لكل واحد عايز يشم شويه امل ان احنا راجعين تاني. بنعاني من ازمات اقتصاديه، وبنعاني من ازمات وعندنا مشاكل في كل مكان، لكن النهارده انا كراجل متابع للكوره وراجل متابع للاراده المصريه، انا شميت امل. انتوا اديتوا الشباب امل النهارده ان في اصلاح في البلد دي، ان اللي غلط هيتحاسب، وباذنك انت يا رب ان احمد رفعت هيرتاح في قبره بعد ما الناس دي كلها تحاسب. شوبير البيان عايز اقراه لحضراتكم تاني، ان بيان عظيم يعني حاجه. شوف بقى، قرر مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالاجماع، خلي بالك من الاجماع دي، وقف البرنامج الذي يقدمه احمد شوبير، ووفقا للتعاقد الاعلامي معه فانه قرار الوقف يترتب عليه انهاء التعاقد فورا انهاء التعاقد فورا مشبوه، حيث ان مخالفه القواعد المهنيه وسياسات المحتوى الخاصه بالشركه امر غير مقبول. متاخر جدا يا جماعه، هو من زمان قوي بينتهك. المهم، فالشركه المتحده تضع احترام الراي العام المصري في مقدمه اولوياتها، واكد ان مجلس اداره الشركه المتحده ان الفوضى في قطاع الاعلام الرياضي تستلزم مواجهه حاسمه، حرصا على حق المواطن، خلي بالك من الكلمه، في اعلام رياضي يحترم الحقيقه ويتوخى الصدق، يحترم الحقيقه ويتوخى الصدق. احمد شوبير كذاب باعتراف المتحده، احمد شوبير كذاب ومدلس يعني ايه، بيان رسمي. احمد شوبير كذاب ومدلس وافاق ببيان رسمي، مش كلام حسن حماده ولا كلام الزملكاويه ولا كلام الاهلاويه، ده بيان رسمي من جهه رسميه تمثل الاعلام الرياضي في مصر، قالت عليك كذاب ومدلس وافاق. ماشي. وتؤكد أن الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها كإعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها. حاجة محترمة محترمة محترمة. وعايز أقول كلمة بقى لسوشيال ميديا الزمالك، عشان محمد أنور كاتب سوشيال ميديا الزمالك جبارة. لا، مش سوشيال ميديا الزمالك بس، لما اجتمعنا كلنا يا شباب، على موضوع احمد رفعت، وفي ناس اهلاويه محترمه برضه مش احنا بس، لما اجتمعنا كلنا وقلنا احمد رفعت دمه في رقبه مين، وكلنا هاجمنا شوبير وكلنا هاجمنا الناس دي، احنا مؤثرين جدا بس احنا متفرقين، احنا مؤثرين جدا، مش وقته الكلام ده، بس احنا متفرقين. لما اتجمعنا في حاجه وقلنا لا ودوسنا، وكلنا كان هدفنا ان الولد غلبان والولد مقهور والولد مظلوم. شوفوا بقى، شوفوا احمد شوبير عدو الزمالك الاول بره المتحده تاني، ده لازم يكون عارف. احمد شوبير الراجل الذي افسد الرياضه في مصر وافسد المجال والمناخ الاعلامي في مصر بره المتحده، سلطان زمانه بره المتحده. رحيل شوبير كان بالنسبه لنا هدف عظيم جدا. الحمد لله تحقق عشان البلد دي تدي امل للشباب تاني. النهارده القياده السياسيه في مصر ادت امل للناس تاني، برغم المشاكل اللي عندنا، ورغم رغم 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 القياده السياسيه في مصر النهارده قالت لا، في امل ومفيش حد فوق القانون، ودم احمد رفعت ده مش هيعدي بالساهل، وحقه هياخده، وكل من تسبب في قهر وموت احمد رفعت هيتحاسب. دي الرساله النهارده اللي ادتها لنا الدوله وادتها لنا القياده السياسيه في البلد دي، ان حق الولد ده راجع. اتمنى يا جماعه نكمل على نفس المنهج ده ونكمل في نفس الطريق ده، نظفوا الرياضه في مصر من شوبير واللي زي شوبير. الف مبروك عليكم، والف مبروك لكل واحد شريك في البلد دي.